لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا دخول سون اللي قلعه الشيطان وقدر يجاري الوحوش التي بالداخل وهذا منهم الكثير، وقدر يوصل للطابق 75. وهذه القلعه متكونه من 100 طابق، وقدر يجمع مكونين من اكسير الحياه، وفاضل مكون واحد علشان ينقذ والدته. وشفنا ابو سون ظهر اخيرا وهزم هوانج شر هزيمه، وقدر جينو يحصل على رخصه رئيس النقابه. يا ترى اللي هيحصل؟ وهل يا ترى سون يطور اكتر من كده علشان يرجع تاني لقلعه الشيطان؟ وهل سون هينكشف ام لا؟ وهل هيقدر سون يقابل والده؟ وما هي تطورات حديث جزيره جيجو؟ وعلشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف سون خرج من مغاره قلعه الشيطان وقدر يجمع مكونين من اكسير الحياه، وتبقى فقط واحد وهو دم ملك الشياطين النقي. وبيقولوا مستواه اترفع جامد جدا بفضل رحلتي لقلعه الشيطان. لازم اكون مستعد لاصفر بملك الشياطين، ولكن مستواي الرسمي ما زال من رتبه اي. انا عاوز ارفع مستواي اكتر. حان الوقت اللي يقف هذه المهزله. انا مش هعرف اخفي قوتي اكتر من كده. انا هاخد اعاده تقييم رتبتي. وبنشوف مركز اعاده تقييم، وبيكون هناك كثير من الصيادين وكمان المديرين للتعاقد معهم. وبيكون واحد مصمم بيتصل على الرئيس بيك وبيقول له ده موجود هنا، الصياد جينو موجود علشان يعيد التقييم. وبيقول له انا هاجي بسرعه. بيروح سون يقعد شويه، وبيكون واحد متوتر جدا وبيقول له واحد اهدى، التقييم بسيط. بيقول له انا عاوز رتبتي تبقى عاليه علشان اقدر اكسب ياقوت يومي وهرجع عيلتي تاني بعد ما هاجروني. وبيقول له ما تقلقش، طالما انت اعلى من رتبه ايه هتلاقي شغل في النقابات وهتقدر تكسب فلوس. ويضحك سون ويتذكر ايامه لما كان لسه من رتبه ايه، ويجي الدور عليه ويدخل وتقول له حط ايدك على البلوره السوداء وهنشوف قوتك قد ايه. ويحط ايده وتقيس قوته، لكن بيحصل خطا وبتحاول مره تانية ولكن نفس الخطا برضه. وتستغرب ويجي المدير ويقول لها ايه المشكله، وتقول له في مشكله في الاله. ويحاول يشوف الاله وينصدم ويقول لها هي مش بايظه ولا حاجه، دي مش قادره تقيس كميه المنع التي مع جينو، وده معناته ده السيد العايش في البلاد يحصل على رتبه اس. وبنشوف الرئيس وو بيتكلم مع تشوي رئيس نقابه الهانترز، وبيقول له مفيش جديد عن النمل المجنح. وبيقول له وو لا مفيش اخبار، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نكتشف الحاجات ديت. وبيقول له انا سمعت عن حادثه البوابه الحمراء وكانت سمحت نقابه النمر بدخول دخيل وقدر يقتل الزعيم. انا عاوز اعرف مين الدخيل دوت، هو مش انت كنت في الموقع برضه؟ وبيقول له وو انا كنت في الموقع ولكن ما كنتش في النهايه، لذلك انا مش عارف التفاصيل. بيسمع صوت صاخب جاي من قاعه التقييم ويروح علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وبيكون من في القاعه مصدومين، وده بسبب سون لانه بقى الصياد رقم 10 من رتبه اس. بيقول له مدير تعالى بعد 3 ايام علشان يعيد تقييمك. ويدخل رئيس وو الصياد شو جونج، هو الذي يعتلي قمه السحرة النار الملقب بالصياد المطلق. وبيقول سون ده اللقب بتاعي اضعف منه، ويقدر شويه يقيس قوته ويجي سون ناحيته وعرف نفسه لسون ويقول له هو انت قررت تنضم لنقابه معينه؟ ويقول له انا عاوز اتكلم معاك شويه، ولكن يقول له سون انا مش فاضي دلوقتي ويمشي. وسلم شو يقول هو انا قدمت نفسي صح، انا حاسس ان انا كنت بايخ. وبيقول هو انا عارف انه صياد من رتبه اس، انا كان عندي حق. ويجي الصياد بيكو بيكون تعبان جدا، وده علشان نقابته بعيده جدا على مركز التقييم. وبيشوف تشوي بيكون متضايق وكان عاوز هو يكون اخر شخص يعرف بسون. انا عرفت هو مين الدخيل دلوقتي، للدرجه دي هو قايم عندك كده يا بيك. وبيكون سون قاعد مع امه وبيقول له كانك هتصحي في اي لحظه، ما تقلقيش انا هنقذك في اقرب وقت. ويخرج لكن بيقابل الرئيس وو وبيقول له انت جعلتني اعمى، ومهمه فريقنا هي مراقبه الصيادين ومعاقبه الذين يخالفون القوانين. انا كنت واثق من قدرتي في الحكم على الناس. وبيقول له جينو هو انا هدف للمراقبه ولا ايه؟ وبيقول له انا مش مراقبك على انك مجرم، اسم المراقبه هو الوحيد القادر على التحكم على الصيادين، ولكن حتى نحن بلا حول ولا قوه امام الصيادين رتبه اس. في شخص ما عاوز يقابلك، وبيكون واحد بيقرب منهم وبيكون رئيس جمعيه الصيادين جو، وبيقول له احنا عاوزين نتكلم مع بعض شويه، وبيهنوه على ترقيته لرتبه اس. وبيقول له لا فائده من اعاده التقييم، في اللحظه التي فشل فيها الجهاز اصبحت من رتبه اس رسميا. وبيقول له سون طب انت عملت كده ليه؟ وبيقول له انت بتصل عملنا ليه موعد لاعاده التقييم علشان نمنح انفسنا وقتا اضافيا حتى نتسنى لنا مقابله موهبه مثلك قبل الجميع. مع الاسف ما فيش صيادين متميزين في الجمعيه برغم حجمها الكبير. العديد من الصيادين ينضمون للنقابات الكبرى ليضمنوا مكانه ودخل مادي اكبر، وهو احد افضل الصيادين في الجمعيه ولكن هو من رتبه ايه. هندخل في صلب الموضوع، انضم لينا يا جينو، انا اقدر ادبر لك اهم منصب في الجمعيه. وبيقول له سون انت بتعمل كده ليه؟ وبيقول له ليست الحكومه التي تدعم البلاد الان، بل الصيادين الذين يقومون بحمايه المواطنين من الوحوش. وما يوجد فيها مركز هو النقابات الخمسه الكبرى، هو ده العمالقه الخمسه يحافظون على التوازن بصعوبه، ولكن انت لو انضممت لاحد من هذه النقابات سوف يتخلخل هذا التوازن. يجب ان تكون جمعيه الصيادين القوه السادسه التي تتحكم بهم من اجل هذه البلاد. وبيقول له علشان كده انت عاوزني انضم للجمعيه. وبيقول له علشان انت متمتع بالقوه اللازمه، وكمان انا عاوز وريث من بعدي. وبيفكر سون يقبل العرض دوت ولا لا، وبيقول ده عرض كويس جدا وهقدر اوفر فلوس كتيره، وهي طريقه مختصره للوصول الى النجاح. طالما اتبعت الرئيس جو هوصل للنجاح بالتاكيد، لكن ده هيوقفني على تقدم في المستويات ومش هقدر اجمع اخر مكون من اكسير الحياه. وكمان الحكومه والاعلام ممكن تكون خاضعه للرئيس جو، انا بشعر بقوته دي قويه جدا، ده اول مصطفق من رتبه اس يتمتع بقوه ساحقه وبنيه جسديه رهيبه، مع انه شخص تجاوز ال80 عاما وهو بالقوه ديت، ده هو اعلى مني رغم اني برفع مستواي اكتر. حياتي هتتغير لو قبلت العرض
العرض دوت، وبيقول له انت موافق ولا لا، وبيقول له سون انا اسف انا هرفض عرضك، ويتصدم جو، ولكن هو هيرجع علشان الفلوس. كل الناس كده بيختار الفلوس في النهايه، وبيقول له سون انا عاوز اخد المعارك، وبيقول له انت يعني عاوز تقتل الوحوش، وبيقول له سون ايوه المغاربه بتناسبني اكتر، ويتصدم جو وبيقول ده ازاي يقول كده، دي عينه بتوحي ان هو مش بيكذب. مدة سنوات منذ شعرت بهذا الشعور، انا لو كنت اصغر ب 20 او حتى 10 سنوات لو كنت حاربت بجانب هذا الفتى، وبيقول له انا فهمت انا مش هجبرك، ويمشي سون، وبيقول الجمعيه بتوفر بوابات من رتبه دي او اقل من كده، انا لازم ارفع مستواي اكتر عشان انقذ والدتي، انا اقدر ازيد قوه. وبيكون في واشنطن في المستشفى، بنشوف يانج كل عظمه في جسمه مكسوره حرفيا، وبيجي نائب الرئيس وبيقول له انت عاوز ايه من خاسر زيي، وبيقول له الراجل دوت هو وحش فعلا، بيقول له انت بتعتقد ان دي قوه انسانيه، ده وحش بلا ادنى شك، وبيقول له هو فين دلوقتي، بيقول له الاداره بتتعاقبه دلوقتي، وبيفتكر كلامه وقال له اياك ان تقترب من عيلتي، انا بقول دوت لمصلحتك، انت مش هتفلت مني حتى بعد ما ماتك. بيقول ده ازاي بيهددني، ده انا عارف هو هيبقى فين دلوقتي، انا لازم اتجهز بالمعدات، ولكن لما اتعافى احتاج لاثر صناعي لكي اسحقه، والاثار الاصطناعيه تعني الاثار المقدسه من صنع البشر، ولكن في العالم الصيادين تعني معدات عاليه المستوى، حتى امهر الحرفيين لا يمكنهم صناعتها، ولكن مع زياده الصيادين بدات اسعارها في الازدياد، وبيكون سون متضايق جدا بسبب اسعارها، وهو محتاج معدات علشان يكمل قلعه الشيطان، ده حتى في المتجر مفيش معدات كويسه، وممكن ابيع كره الجشع، المعدات بتزود قوه المرء ب 30 او 20%، ولكن كره الجشع بتزود المرء الضعف، ولكن المشكله هي ان الصياد من رتبه ايه زيي معاه حاجه زي ديت، لو كان في سجل دخولي لبوابه من رتبه ايه لكن ممكن يبقى عذرا مناسبا، وكمان ما ينفعش اشترك في مغارات عاليه المستوى وانا في ادنى رتبه، ولكن بيلاقي طلب وظيفه كعمال منجم في مغاره من رتبه ايه، وبيكون الرئيس جو بيشوف ملف سون وبيعرف كان بيكافح قد ايه علشان عيلته، بيكون متفاجئ جدا منه بالرغم من رتبته الضعيفه اللي كان بيكافح من اجل عيلته وعلشان اخته الصغيره وعلشان والدته، وبيعرف انه اتعين في فريق نقابه، ومتصدم اكتر لما يعرف انه يشتغل كعامل منجم. سون وراه حاجه غريبه احنا مش فاهمينها، الواد ده وراه ايه بالظبط، ويوصل لمكان المغاره، وبيقول سون ان هو صياد من النوع الجسدي، وبيقول دي مرته الاولى، المغارات الكبيره بيكون العمل الجماعي مهم جدا، فريق الهجوم لقتل الوحوش، وفريق التعدين لجمع بلورات المانا بعد قتل الوحوش، وفريق استرجاع جثث الوحوش، مشاركه العديد من الناس يعني فوائد ضخمه. بيكون داخل المغاره رئيس تشوي وفريقه، وبيقابلوا مجموعه من الوحوش العملاقه، وبيقول لهم تشوي سيبوهم ليا مع اني مش بحب الاضواء الساطعه، وجهز سحر النار ويضرب عليهم نار قويه جدا ويخلص عليهم بضربه واحده، ده فعلا قوي، وبيكون الوحوش اتحرقت ويتقدموا ويخرجوا من المغاره دون خدش واحد، وتخرج نائبه الرئيس تشوي وبتكون تشي هاي وهي 9 شخص من رتبه اس، ويكون سون بيشعر بهاله قويه جدا جايه منها، مفيش حد بيتمتع بالقوه ديت، وبتشعر بسون ولكن بيكون اختفى وتظن انها بتتخيل، وجه الدور على فريق التعدين ويدخلوا جوه ويبداوا في العمل، وبيكون سون واقف وبيشعر بقوه الزعيم اتيه من هذا المكان، ده باين عليه اقوى من كريبوس وفولكان، انا عاوز اروح هناك، انا عاوز اختبر قوه زعيم من رتبه ايه، وبيسمع الناس بدات تتكلم عليه، هذه هي المعامله التي يحصل عليها شخص من رتبه ايه اينما ذهب، ويخبطه واحد وبيقول له انت واقف ليه هنا، روح اشتغل في حته ثانيه، لكن بيصل سون كانه هيقتله ويخاف منه، بيكونوا الناس مصدومين من قوه سون، هم مش متاكدين من رتبته، ده استحاله يكون من رتبه ايه، دي موهبه نادره جدا، ويجي وقت الاستراحه ويقول له القائد يلا علشان الاستراحه، ويقول له سون هيبقى هنا علشان يخلص المنطقه ديت، ولكن مجرد يمشوا كلهم يجري سون بسرعه ناحيه غرفه الزعيم، ويقف امام بوابه ضخمه ويفكر يروح يقتله ولا لا، وبيقول انا عاوز اشوف قوه وحش من رتبه ايه، ولكن انا لو قتلته دلوقتي المغاره هتتقفل وهتفقد النقابه فلوس كتيره، ولكن انا عاوز ارفع مستواي اكتر، وكان خلاص هيكسر البوابه، ولكن تتدخل السيده تشي هاي وتقول له انت بتعمل ايه هنا، يا ترى ايه اللي هيحصل، وهل يا ترى سون هينكشف سره ام لا، ده هنعرفه في الحلقه القادمه، ما تنسوش الاشتراك في القناه ومشاركتها واللايك الجميل بتاعك.